قتلت أباك في البراميل والقذف، شآمم القذف أنت القذف لم يقف. عجبتكم الأغنية أليس كذلك؟ الحقيقة أذهب اليوم لمقابلة الطفلة شام التي حصلت على لقب بطل التحدي القراءة العربية لعام 2022، وذلك طبعا في الإمارات وليس في سوريا. ففي سوريا الأسد، وكما تعلمون ممنوع على أي سوري الإنجاز والفوز إلا إذا كان من بيت الأسد حصل. وإذا أردت أن تنجح فيجب عليك مغادرة البلد، وهذا ما حصل مع شام وغيرها والكثير من السوريين خارج البلد. على العموم أنا أكره كثيرا هذه الإنجازات وهذه المواقف التي أوضع بها، لأنها ستكشف الكثير من الحقائق، وسيسأل الناس أين أبو شام؟ أين مات؟ من قتله؟ وكيف؟ والكثير من هذه الأسئلة المحرجة الحقيقة بالنسبة لنا. لا أعلم، كل ما أعلمه أنني متوتر قليلا، لا أخفيكم، ولا أعلم كيف سأقابل والدتها أيضا، وكيف سأنظر في عينيها وهي تعلم تماما أنني المتسبب الأول في قتل زوجها ويتم ابنتها شام. ربما تستغربون، وأنا أستغرب أيضا هذا الشعور. قتلت وهجرت الكثير من السوريين وأطفالهم، ولكنني حقيقة لم أشعر مثل هذا الشعور من قبل. هذا لا يهم طبعا، المهم أنها ما تزال صغيرة ولن تطالب بالثأر لأبيها، والمهم أكثر أنها حصلت على جائزة مالية كبيرة، ولابد من أن أستولي عليها وأستغل هذا الحدث لصالحي والترويج لانتصاري وإنجازاتي. وفي هذه المناسبة أقول تبا لك يا حافظ يا حمار الرياضيات، بس بدي أعرف هالحمار لمين طالع. لا أحد يعلم. قتلت أباك في البراميل والقذف، شآمم القذف أنت القذف لم